عمرك بدأت حاجة بحماس وبعدها فجأة بطلت؟ بدأت تحفظ قرآن، تذاكر، تلتزم، تلعب رياضة، وكنت في الأول متحمس جدا وبعد أسبوعين ولا كأنك بدأت. طب ليه مش بنعرف نكمل؟ عمرك سألت نفسك ليه لما بنبدأ بحماس فجأة نكسل ونبطل؟ مرة تبدأ تحفظ القرآن بعد أسبوع تسيب، تبدأ رياضة بعد 10 أيام تبطل، تبدأ تصلي الفجر وتنتظم يومين وبعدين ترجع تنام. إيه المشكلة؟ هل إحنا فاشلين؟ هل كسالى؟ ولا مش بنحب الخير؟ الحقيقة لا، إحنا بس فاهمين موضوع الاستمرار غلط. المشكلة إن إحنا دايما بنربط الاستمرار بالحماس، والحماس عمره قصير، هو بيجي في البداية وبعدين بيختفي، وده طبيعي جدا. مفيش حد في الدنيا بيصحى كل يوم متحمس، حتى أكتر الناس نجاحا عندهم أيام كسل، بس الفرق إن هم بيكملوا حتى لو مش حاسين. عارف، زمان كان في واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، كان بيقوم الليل كله ويصوم النهار كله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرف قال له لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا. ليه؟ عشان الاستمرار أهم من الحماس المؤقت. محدش يقدر يعيش طول عمره بحماس، لكن اللي يعرف يعيش بعادة ثابتة هو ده اللي بيوصل. بص حواليك، فلان اللي خلص حفظ القرآن الكريم، صدقني ده مش لأنه هو متحمس، ده عشان حط لنفسه نظام. قرر إن هو يقرأ كل يوم ربع، سواء عايز أو مش عاوز. حتى الصلاة ممكن تحس في يوم بكسل، لكن لو انت متعود تصلي في وقتها هتلاقي نفسك بتقوم حتى لو مكسل. نفس الحكاية في الدراسة، الرياضة، الشغل. اللي بينجح مش أكتر واحد متحمس، ده أكتر واحد مستمر. طب نعمل إيه؟ اعتمد على العادة مش على الحماس. خلي عندك نظام، جدول، عادة يومية. ابدأ بحاجة بسيطة حتى لو 5 دقايق، المهم تستمر. ما تقولش هبدأ لما اتحمس، ابدأ والحماس هيجي مع الشغل. واللي بيأكد ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ابدأ صغير، خليك ثابت، هتلاقي نفسك بتتحسن والموضوع بيبقى أسهل يوم بعد يوم. لو وصلت معايا للنقطة دي اكتب لي في التعليقات أنا هبدأ من جديد، وشير الفيديو ده مع حد انت حاسس ان هو هيستفيد. وما تنساش، الاستمرار سر النجاح. ابدأ دلوقتي حتى لو خطوة بسيطة. أنا عبد الرحمن شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.